نحن نعلم أيها الإخوة، وكما سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله، بأن للنون لأن للميم الساكنة 3 أحكام: إدغام وإخفاء وإظهار. وأن للنون الساكنة والتنوين كما سيأتي معنا بإذن الله 4 أحكام: إظهار وإدغام وإخفاء وقلب، أو الإقلاب، يسميه الناس الإقلاب لكن القلب أفصح. إظهار، إدغام، وقلب، وإخفاء. هذه ال4 فيها تطويلات. أئمتنا بيّنوا علاقة غنن هذه التطويلات في الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب، فقالوا: انتبهوا إلى مقياس الغنن الله يسلمكم. قالوا: أطول ما تكون الغنة إذا كانت في النون والميم المشددتين اللتين تكلمت عنهما الآن، وفي النون والميم المدغمتين. كل ما رأينا نون مدغمة، كل ما رأينا ميم مدغمة أو مشددة، إذا صار عندي نون مشددة وميم مشددة، نون مدغمة وميم مدغمة، هذه ال4 غنتها أطول ما تكون، سماها علماؤنا أكمل ما تكون. إذا كلمة أكمل ما تكون يعني أطول ما تكون. أقصر منها بقليل غنة كاملة طويلة لكنها دون الأولى بقليل جدا، وتكون في النون والميم المخفاتين. كل ما رأينا نون مخفى، مثلا الإنسان، من صلصال، أنفسكم، كل ما رأينا ترميهم بحجارة، كل ما رأينا نون مخفى ميم مخفى، فهذه الغنة غنة كاملة، أقصر من الأكمل بقليل، قليل جدا، لكن هذا الفرق مذكور ذكره أئمتنا. انتهينا، صاروا درجتين: أكمل ما تكون كاملة، ناقصة تكون الغنة ناقصة يعني أقصر من هاتين في النون والميم الساكنتين المظهرتين. كل ما رأينا نون ساكنة مظهرة ميم ساكنة مظهرة فيها مطة قصيرة جدا، هكذا مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أن، اسمعوني جيدا، أن وفقط، عم وفقط، ليس أطول من هذا وليس أقصر من هذا، يعني لا نبترها نهائيا ولا نطولها جدا بحيث تصير أنعمت، هذا لا يصح. إذن تكون الغنة ناقصة في النون والميم المخفاتين. وتكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين. كل ما رأينا نون متحركة ميم متحركة فغنتها أقصر ما تكون، يعني في هذه الأصوات ال6: ن، نو، ني، ما، مو، مي، هذه الأصوات ال6 غنتها أقصر ما تكون. هذا الميزان، أن تكون الغنة كاملة وأكمل، ناقصة وأنقص، هذا الميزان لأزمنة الغنن يضبطه المشافهة ولا يقاس بالحركات. يعني بعض إخواننا الآن الله يهديهم طالعين ببعض الكتب المحدثين بيقولوا بمقدار حركتين، هذا من عند أنفسهم، هذا ليس له وجود في كتب الأئمة أبدا. عبارات الأئمة كما سمعنا قول الجزري: أظهر الغنة من نون، أظهرها يعني بينها، كم تضبطها المشافهة، تضبطها المشافهة ويتناسب زمنها مع سرعة القراءة طولا وقصرا. أما أن نقول إن الغنة بمقدار حركتين فهذا من كلام بعض المحدثين، يقلد بعضهم بعضا وينقل بعضهم من بعض، وهذا ليس بصحيح، لا تقاس الغنة بالحركات. ما قلته من موضوع أن الميم المشددة والنون المشددة فيهما غنة أكمل ما تكون، وميزان الغنن، ميزان أزمنة الغنن نلاحظه على اللوحات التعليمية في حلقة اليوم. فنبدأ باللوحة الأولى. العنوان الباب: باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. نرى على اللوحة: باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. قال الإمام الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. نرى على اللوحة النون والميم المشددتان
يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون، نحو من الجنة والناس، ونحو ولكن الله سلم. لاحظوا من الجنة والناس هكذا طولها، ولكن الله سلم. وهذا بالنسبة للنون. بالنسبة للميم حمالة الحطب في اليم ولا تخافي. إذن هكذا طول الغنة أكمل ما تكون. ننتقل إلى اللوحة التالية، أزمنة الغنن. لأزمنة الغنن 4 مراتب كما نرى على اللوحة. تفضل. نعم، كاملة وإيش وأكمل وناقصة وأنقص. إذن انظروا إلى اللوحة التي أمامكم، الغنة 4 مراتب: كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. أطول، يعني لاحظوا التدرج في اللون من حيث اللون الأخضر، أن الأنقص لونه باهت قليلا، ناقصة أغمق قليلا، كاملة أغمق قليلا، أكمل أغمق وأغمق. فإذا بتدرج اللون الأخضر عبرنا عن طول الغنة: أقصر ما تكون، أطول قليلا، كاملة، أكمل ما تكون. نرى اللوحة التي بعدها. لا، نتابع ثم نأخذ فاصلا. نرى على اللوحة تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، نحو ولكن الله سلم في اليم ولا تخافي فمن يعمل ما لهم من الله. أيضا تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، نحو الإنسان أم بورك. هذا الإقلاب، والإقلاب إخفاء، لأننا عندما نقلب النون إلى ميم تصبح ميم ساكنة بعدها باء، يعني ميم مخفاة. ترميهم بحجارة. نرى اللوحة التي بعدها، تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، نحو سميع عليم. التنوين هنا أنعمت عليهم. انظروا إلى النون والميم، أنعمت. هل رأيتم الطول القصير؟ أنعم. إذن هناك طول قليل جدا. أنعم، أنعمت عليهم هم فيها. هل رأيتم الميم؟ هم في، لابد من تطويلها قليلا لأن غنتها ناقصة. أقصر ما تكون كما نرى على اللوحة، أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين كما ذكرت لكم منذ قليل: نا، نو، ني، ما، مو، مي. الآية الكريمة تمثل لنا ميمات متحركات: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كل هذه الميمات والنونات المتحركات زمنها أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون. بقي أن ننبه في اللوحة الأخيرة على أن التناسب بين أزمنة الغنن يبقى متحققا مهما كانت سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حدر، يعني سواء كانت القراءة بطيئة أو سريعة أو متوسطة، فإن هذا الميزان، هذا المقياس لأزمنة الغنن يبقى متحققا، يعني يكبر ويصغر، يطول ويقصر مع القراءة من حيث سرعتها.